السلام عليكم، أهلا وسهلا بمن سيشاهد هذا المحتوى. نبدأه بالعلم الفلسطيني الموجود في هذه البلدة، بلدة البروك الواقعة نواحي مدينة برشلونة، قريبة من مدينة إغوالادا. في هذه المدينة زيادة على العلم الفلسطيني الذي بدأنا به، نشاهد العلم الفرنسي والعلم الكتالاني. سنتجول في هذه البلدة لنكتشف ماذا تخبئ لنا هذا اليوم صبيحة الأحد 7 يونيو 2026. في هذه المدينة أعدت البلدية برنامج فيه عدة أنشطة تتناسب مع هذا الاحتفال الذي يحيي معركة فاز فيها المقاتلون الكتالان على جيوش نابليون بونابرت سنة 1808. في هذا اليوم يصادف الزوار معرضا للمنتوجات التقليدية عبر هذه الأكشاك، حيث يعرض الحرفيون والصناع بضائعهم. نجد الزيتون ونجد قطعا من الفولاذ أو الحديد الحداد الذي يصنع ويصلح هذه التي تسمى يامادور دي بورتا، التي يطرق بها الباب. هذه يد فاطمة كما تسمى عند ثقافاتنا المتنوعة الإسلامية واليهودية مثلا. حتى في إسبانيا تسمى لامارد دي فاطمة. في هذا اليوم نجد هؤلاء الحرفيين يعرضون ما يصنعونه. هذا نحات ينحت الحجر كما نشاهد. نحن في مدينة البروك الواقعة قرب مدينة إغوالادا ناحية برشلونة، في يوم يسمى لا فيستا ديل تيمبالي أو احتفال قارع الطبل. من بعد نعرف قصة هذا الاسم. وهذه السيدة تغزل الصوف. في هذا اليوم يسافر المتجول في أزقة هذه البلدة القديمة عبر الزمن. نشاهد كيف تغزل الصوف بطريقة ما زالت متوارثة عبر الأجيال. شيء جميل. كذلك نجد هذه السيدة وهذه الشابة الوسيمة التي حرفتها أو هوايتها صناعة الحلي وبعض الإكسسوارات انطلاقا من الزجاج، فهي تطوعه. هذا ما تنتجه تعرضه هنا للبيع. نحن في مدينة البروك، حيث زيادة على ما يعرض في جنبات الأزقة من معروضات تقليدية وحرف، هناك استعراضات تاريخية تجسد لحظة دخول الجيش الفرنسي بقيادة نابليون إلى المدينة، وواجهته قوات أو الفدائيون الكتالان بشراسة فهزموهم. هؤلاء يجسدون قوات الجيوش الفرنسية، وهي تدخل بالراية الفرنسية، حيث الناس لحد الساعة لا زالوا يرفضون الراية ويرفضون دخول الفرنسيين. هذا الذي تشاهدونه ملتقط يوم 7 يونيو 2026، وهذا تجسيد لمسرحية عبر الشرفات، حيث سباب وشتم بين عائلة خائنة رفعت الراية الفرنسية كما تشاهدون، وعائلة وطنية كتالونية ستضع بعد قليل على ما يبدو راية الكتالان. والتصفيقات تعم الأرجاء على هذا المشهد الوطني. هنا عروض مسرحية في الهواء الطلق تذكر المشاهد بفترة تاريخية. يتخلل هذه العروض ما هو تاريخي وما هو فكاهي وكذلك ما هو مرح، حيث يقضي الزوار يوما أو صبيحة ممتعة كل يوم
6/7 أو الأسبوع الأول من شهر يونيو من كل سنة. هذا الاحتفال يصادف اليوم 2026 الذكرى 26 لإحياء هذا الحفل أو الاحتفال. هنا نشاهد تجسيدا لدور الكنيسة في ربما في الحرب التي كانت ضد الفرنسيين، حيث يرش الراهب المشاهدين بالماء، الممثلون يرفعون الراية الكتالونية. وهنا عرض آخر في زاوية أخرى من المدينة، حيث بعض الممثلين يجسدون الجنود الفرنسيين، فإذا بالقوات أو الفدائيين الكتالان يهجمون عليهم ويعتقلون قائدهم. هذه السيدة تعتقل زعيم القوات الفرنسية، حيث يستسلم الفرنسيين، يضعون أسلحتهم ويستمر العرض بخطابات وتعابير تبث في روح الكتالانيين عزة وطنية وأنفة تمتد عبر التاريخ. هنا السيدة التي تجسد انتصار الكتالان على الفرنسيين. وكما سبق ذكره فإن اسم هذا الاحتفال هو التيمبالي أو قارع الطبل، وخلف هذا الاسم أسطورة تقول بأن أحد الشباب اليافعين صعد إلى الجبل عندما كانت قوات فرنسا تقترب من البروك. صعد إلى جبال مونسيرات، الجبال المشهورة في المنطقة، والتي مدينة البروك هذه توجد في سفحها. هذا اليافع حمل الطبل ديالو وصعد إلى الجبال، فبدأ في قرع الطبل بشكل قوي، فأعاد صدى الجبال الصوت بشكل قوي إلى المدينة وإلى أرجائها، فسمعه الجنود الفرنسيين معتقدين بأن من يقرع الطبول هو جيش إسباني كتالوني، فغيروا حساباتهم وانسحبوا متراجعين. ولحد الساعة لا زال في مدينة البروك هذا النصب لهذا قارع الطبل الذي لحد الساعة كل عام توضع في أسفله باقات من الزهور كتذكار. وهنا صورتي مع ممثلي الأحداث التي أعادت بالذاكرة الكتالانية إلى تلك الفترة من التاريخ الذي يعاد حكيه لكن بطرق فنية جديدة. أبد عمري ما نزيد نتلف فيك الورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه.